الأوفر ثينكينج؟ الأوفر سينكينج، أنا عايز أقول حاجة على الموضوع ده، إن هو في ناس لمّا تيجي تقول لها كده أنت عندك تفكير زايد، يقول لك بس أنا ما بافكّرش في حاجة، ما عنديش حاجة شاغلاني، ما عنديش مشاكل. هو الناس بتبقى فاكرة إن اللي عنده أوفر سينكينج ده اللي هو الناس اللي بقى رجال الأعمال واللي ليها أسهم في البورصة والكلام ده، لكن أنا باقول لك أنت ممكن تكون إنسان تافه عادي، ما عندكش أي حاجة، بس هو أنت بتفكّر كتير، هي ما لهاش أي علاقة بمدى المشاكل اللي عندك. فمش قصدي تافه دي حاجة وحشة، بس يعني أنا قصدي إن أنت ممكن تكون عادي ما عندكش أي مشاكل، فاضي، بس هو دي طريقة غلط أنت عوّدت عقلك عليها، إن هو عمّال يفكّر جوّه ما بيتكلّمش، ما بيطلّعش اللي برّه، فهو عمّال يفكّر، ما لهاش أي علاقة بقى سواء أنت كنت مشغول أو مش مشغول أو عندك مشاكل أو ما عندكش مشاكل، يعني ساعات لمّا نيجي نكلّم حد نقول له أنت عندك كده، يقول لك بس ما عنديش مشاكل، ما فيش حاجة موتّراني، ما لهاش علاقة، ما لهاش علاقة، دي طريقة غلط أو أسلوب غلط أنت اعتدت عليه. بيسبب لك إيه بقى أكتر حاجة بتسببه الover thinking ده، إن هو أنت عندك اضطرابات في النوم، أي حد عنده over thinking عنده اضطراب في النوم، ما بيعرفش ينام كويس، ما بيعرفش ينام خالص، أو بينام ويصحى، ينام ويصحى، عنده أرق كتير، أو بينام وما بيحسش إن هو نام، يعني نام وعمّال يفكّر، فيقولوا له ده أنت كنت نايم امبارح كويس، كنا سامعين صوت يعني شخيرك من بعيد، فيقول لهم ده أنا ما نمتش، أنا دماغي عمّالة بتفكّر ما وقفتش، أو تلاقي نفسك نمت وصاحي من الساعة 5:00 أو نمت من 12:00 ل15:00 وصاحي، أو دخلت على السرير الساعة 12:00 ما نمتش غير الساعة 5:00. اضطراب النوم واحد من أسبابه القوية هو الoverthink. ليه طبعًا علاج، ليه طبعًا علاج. موضوع العلاج بقى يعني إزاي أتعالج من موضوع الoverthinking ده. الفكرة إن هو الموضوع مختلف من شخص للتاني، يعني مش كلنا بنفكّر بنفس الطريقة. في ناس ممكن تسترجع مواقف حصلت لها قبل كده وتقعد تفكّر فيها، أنا كان المفروض أعمل كده وما كانش المفروض أعمل كده، ولمّا كان هو قال لي كذا كان المفروض أرُد عليه بكذا، فده نوع من أنواع التفكير. في ناس تانية تفترض مواقف هي عايزاها تحصل أو متخوّفة منها تحصل، فيقول ده لو حصل كذا هيحصل كذا، المفروض أعمل كذا، ده لو حصل كذا أنا هازعل، ممكن ده يدخّله في mood حزن ويقعد يعيّط، يكتئب، إن هو عمّال يفترض افتراضات هتحصل وبيact على أساسها. في نوع تاني من التفكير الزيادة، اللي هو أنا باقعد بقى أحلم بحاجات أنا عايز أعملها. فدي اللي بنسميها أحلام اليقظة، أنا عمّال أحلم إن أنا إن شاء الله أكون، إن شاء الله هاعمل، إن شاء الله هاتميّز، إن شاء الله هانجح so on. في ناس بقى اللي هي شوية الموضوع بيبقى جاد عندهم شوية، عنده مشاغل كتيرة فعلًا، فبيبقى مروّح عنده مليون حاجة في دماغه، عايز يشوف لها حل، عايز يشوف لها نتيجة، عايز يرتّب أفكاره، عايز يعمل، يعني في حاجات كتير أوي مطلوبة منه، فده اللي شاغل فكره. ففي أكتر من طريقة تفكير، طبعًا مش هيبقى في حل واحد يعني هيبقى ناجح 100% لكل طرق التفكير وهي متنوعة، لكن إحنا ممكن نقول إن في حاجات basic ممكن نحاول نعملها. أول حاجة إن أنت في البداية هتدّي لنفسك مساحة من التفكير، يعني ما ينفعش حد يعني بيأوفر في الthinking أوي أقول له لأ أنت وقّف بقى التفكير ده عشان ما ده غلط، مش هيحصل. فأنت أول حاجة يعني ادّي لنفسك مساحة، بس قُل أنا يعني يعني ممكن هافكّر في الموضوع ولو إنجاز التعبير 10 دقايق وهاوقّف، مش هادّي لنفسي أكتر من كده. إن شاء الله أضبط stopwatch، مجرّد ما الstopwatch هيخلص أنا هاقوم أعمل أي حاجة، لازم أتحرّك، لازم أعمل بإيدي حاجة، أفصل بقى دماغي من إن أنا قاعد وبافكّر إن أنا باعمل، فساعتها عقلي هيشتغل في الحاجة اللي أنا باعملها. في حل كمان إن أنت ما تسيبش لنفسك مساحات واسعة كتير ولا وقت فراغ كتير، لأن طول ما أنت فاضي عقلك هيفضل شغال، هو العقل اتخلق عشان يشتغل مش عشان يقف، فأنا لو مش مدّي له حاجة يشتغلها هو هيفضل يفكّر يعني أنا آسف هو هيسحلني معاه، فأنت اسحله معاك عشان هو ما يسحلكش معاه، فده حل كويس جدًا. لو أنت عايز تهرب من موضوع التفكير الزيادة اشتغل أكتر. فاشغل نفسك بحاجات كتير، فكل ما هتشغل نفسك وهتسحل عقلك فهو خلاص هيُجهد، مش هيبقى عنده طاقة إن هو لسه محتاج بعد كل المجهود ده إن هو يقعد يفكّر تاني، هتلاقيه هو خلاص بدأ الموضوع يهدى تدريجيًا منّك، فده حل تاني. حل تالت، في حل تالت إن أنا ممكن أكتب الحاجة اللي أنت تفكّر فيها قُل أنا هاكتبها، عشان ما تسرحش بعقلك أوي وعقلك ياخدك في حتت ويشطح في أماكن بعيدة، فيبدأ اكتب. الكتابة دي أول حاجة أنت بتخرّج طاقة كبيرة جدًا، تاني حاجة لمّا بتكتب بتترجم أفكارك قصادك وبتترجم مخاوفك، فممكن لمّا تكتب الحاجة توضح، تلاقي لها حلول، فما اقعدش أفكّر فيها زيادة. لمّا أكتبها تترتّب، فما تاخدش وقت في دماغي زيادة. لمّا أكتبها أحس بمدى تفاهتها، الحاجة دي كانت مخوّفاني أوي، لمّا كتبتها قصادي وطلعت من جوايا، بدأت توضح إن هي حاجة بسيطة، فعادي.
فالكتابة بتساعد كتير أوي إن أنا أقلل التفكير، وبيبقى حتى التفكير بشكل إيجابي، لإن لمّا اللي هيكتب أو هيعوّد نفسه يكتب ممكن ينتج أفكار جميلة يستخدمها بعد كده للصالح، فأنا حوّلت العادة السلبية لحاجة إيجابية أنتج بيها أفكار مكتوبة، حاجات مكتوبة، فالكتابة ده حل برضه أنا أقدر أستخدمه. في حل برضه جميل أوي وأنا عملته بصراحة كان فايدني جدًا، حتّة القراية. القراية حاجة جميلة جدًا، هو الفكرة إن عقلك محتاج يشتغل، يشتغل بأي شكل. فإحنا يا إما هنشغّله بشغل يدوي زي ما إحنا قُلنا في الحل الأولاني، يا إما هنشغّله بشغل كتابة إن اللي أفكّر فيه أكتبه، يا إما هنشغّله بشغل قراية. فأنا بدأت أدخّل أفكار لدماغي، بدل ما هو يقعد يجيب لي أفكار وينسجها من وحي خيالي والأفكار تبقى مُضرة ليّا وتتعبني، أنا هابدأ أنا أدخّل له أفكار، فالأفكار هتبقى بتفيدني وبتغنيني، بتعمل ثراء للفكر كده. فالقراية دي بصراحة خير صديق، ودي حل كويس جدًا وقوي جدًا للناس اللي عندها overthinking وبالذات بالليل، لإن بالليل مهما أنت اشتغلت الصبح وشغّلت وقتك هتيجي بالليل ما عندكش حاجة، خلاص أنا قاعد على السرير، فهو no way مش هاعرف أقوم أشتغل بحاجة عشان أنام، فأنت قاعد فاضي، فالحل الأمثل إن أنت قبل ما تنام افتح أي كتاب بسيط، حتى لو هتبدأ بكتب قصص، شوف أنت مهتم بإيه تقرا فيه، ابدأ اقرا فيه صفحة 2، 3 تلاقي نفسك استرخيت خالص ودخلت في النوم.